إخواني أخواتي متتبعي قناة العين تيفي، أهلا وسهلا بكم. إليكم هذه المقتطفات الرياضية المتنوعة. تداولت مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي خبر اعتزال حكيم زياش اللعب دوليا. هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ الله أعلم. تبقى الأيام المقبلة ستكشف عن الكثير من أسرار هذا اللاعب المتميز الذي يزال في جعبته الشيء الكثير ليقدمه للمنتخب المغربي أو للفرق التي أو للفرقة التي يلعب بها. وفي هذا السياق نقرأ أن الركراكي يستبعد زياش من قائمة الأسود، وربما هذه هي الأسباب التي جعلت وليد الركراكي الناخب الوطني يستبعد زياش، حيث قرر وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عدم استدعاء حكيم زياش لمباراتين مقبلتين أمام النيجر وتنزانيا في إطار تصفية كأس العالم 2026. وجاء هذا القرار بهدف منح زياش فرصة لاستعادة لياقته مع الدحيل القطري، خاصة بعد ابتعاده عن الميادين لفترة طويلة، مما أثر على جاهزيته البدنية وعطاءاته الكروية بشكل عام. وكشفت بعض المصادر المقربة من الركراكي أن هذا الأخير اجتمع بزياش قبل لقاء السد والدحيل، حيث ناقش معه وضعيته داخل المنتخب وأكد على دوره المهم في صفوف أسود الأطلس، لكنه شدد أن عودته مشروطة باستعادة مستواه المعهود ليكون قادرا على تقديم الإضافة المرجوة في الاستحقاقات القادمة. ربما هذه نقطة موضوعية، وهذا من الأسباب الموضوعية اللي جعلت الركراكي لا يستدعي زياش حتى يكون جاهزا بدنيا. وحمد الله في قلب الزوبعة بنادي الشباب السعودي. يوم 24 تقول: كشفت تقارير إعلامية السعودية أن لاعبي فريق الشباب السعودي لكرة قدم امتنعوا عن خوض الحصة التدريبية بقيادة الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، احتجاجا على تأخر صرف أجورهم لمدة 3 أشهر، على الرغم من الوعود المتكررة من إدارة النادي برئاسة محمد المنجم بحل الأزمة. صحيفة الرياضية السعودية أوردت أن لاعبي فريق الشباب حضروا إلى مقر النادي، إلا أنهم رفضوا إجراء التدريبات تعبيرا عن استيائهم من عدم وفاء الإدارة بتعهداتها السابقة. وتبعت الصحيفة أن أروقة النادي شهدت حالة من التوتر، حيث حاول رئيس النادي والجهاز الإداري التدخل لحل المشكلة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل. ووضحت الصحيفة أيضا أن إدارة الشباب كانت قد وعدت اللاعبين بسداد الرواتب المتأخرة قبل مواجهة دمك الأخيرة، إلا أن هذا الوعد لم ينفذ، ما دفع اللاعبين للتصعيد ورفض خوض التدريب. من جهة أخرى، كشف برنامج رياضة سكوب السعودي أن المهاجم عبد الرزاق حمد الله والجناح البلجيكي يعني كاراسكو يقودان تمردا جماعيا بين اللاعبين، وأبلغ الإدارة بعدم العودة إلى التدريب حتى يتم صرف الرواتب المتأخرة، ليس فقط للاعبين ولكن أيضا للعاملين في النادي. شكرا لكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة: إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.